واش عمرك جربت هذا الاحساس؟ كيدوزو السنوات كتضيع جهدك وكتحس بالعيا، ولكن فاش كتشوف راسك في المرايه كتلقى راسك باقي في نفس البلاصه اللي كنتي فيها من شحال هادي. هذا الشعور عنده واحد السميه اللي اسمها الكاتب جيمس كلير، وهم الحركه. اذا اشنو هو الفرق بين انسان كيتطور وانسان كيتحرك؟ هذا هو موضوع الفيديو اللي غادي نهضروا عليه اليوم. غادي نوريك بالادله والافكار العلميه على التطور ماشي موهبه او لا زهر، بالعكس هو غير نظام يقدر يبنيه اي انسان بما فيهم انت. مرحبا بك في قناه مونيكساب، انا هنا باش نعاونك باش تبني افضل نسخه من راسك. ويلا نبداو. اسمعني مزيان حيت هادشي غادي يبدل كلشي. جيمس كلير بين الكتاب العادات الذريه واحد الفرق كيتجاهلو معظم الناس، واللي هو الفرق ما بين الحركه والتصور. الحركه كتعني انك تقرا عن الرياضه، اولا تقلب على احسن بروغرام ديال الماكله، اولا دير خطه، اولا تهضر على الاهداف ديالك قدام صحاب، ولا تبدا فشي درس وما تكملش. كتحس بلي راك خدام وبلي راك انت منتج، ولكن انت في الحقيقه راه ما كتزيدش في القدام. التطور كيعني انك تلبس البرجيله وتخرج تجري، تحل كتاب وتقراه، تبدا مشروع وتكملو. الحركه تشعرك انك تتقدم دون ان تخاطر بالفشل، اما التطور فيتطلب ان تفعل شيئا فعليا. علاش حنا كنطيحوا في الفخ ديال الحركه؟ حيت الدماغ ديالنا كيكره الفشل. التخطيط كيعطيه شعور الانجاز بلا ما يطيح في الخطر ديال الخساره. ولكن الكاتب كيقول بوضوح: إذا كانت الحركة ليست تدريبا يقودك لأداء أفضل فهي وهم يريحك بدل أن يطورك. المهم السؤال اللي خاص تسول راسك كل نهار واللي هو: واش أنا كنتحرك أو لا كنتطور؟ فكر دابا انت في شي حاجة بغيتي تحققها، سواء كان هدف صغير أو لا هدف كبير. المهم انت كتقول بلي راه باغي تحققه، وباش تعرف هادشي خاصك تفكر آخر 3 الحوايج درتيهم واش كانت حركة، يعني تحضير أو لا تخطيط أو لا بحث، أو لا بالعكس كان تطور حقيقي، يعني تنفيذ ممارسة وإنتاج. الإجابة اللي غتجاوب بها راسك هي اللي كتعني شكون انت في هاد اللحظة. قبل ما نهضروا على كيفاش كنطوروا غنهضروا بعدا منين كيجي التطور الحقيقي. جيمس كلير قال، أولا الكاتب قال، معظم الناس كيبنيو العادات ديالهم من الخارج للداخل، وكيبزاو من النتائج اللي يبغيو يوصلوا ليها، يربحوا الفلوس أو ينقصوا الوزن أو ينجحوا في حياتهم ولا من خير داكشي. باغي يتعلم لغة جديدة، باغي يقرا كتوبة، باغي يجري في ماراثون. ولكن هذا المدخل محدود في حد ذاته، حيت فاش كيواجه شي صعوبة كيستسلم. علاش؟ حيت ما كاينش الاساس الداخلي او شي حاجه كتشجعو انه يبقى كيجيب ديك الحاجه على اساس داك الهدف الخارجي. اذا اشنو هو داك المدخل اللي قوي بزاف؟ المدخل اللي قوي بزاف واللي هو داك المدخل الداخلي اللي كاينه فيه الهويه ديالك. حيت التغيير الحقيقي والاكثر ديمومه واللي كيبقى بزاف هو اللي كيبدا دائما من الهويه ديالك وماشي من النتائج ديالك. خلينا نعطيك واحد المثال. دابا الا جينا جوج ديال الناس كانوا كيكبيو وباغيين يحبسوا الكارو دابا. الاول فاش كيجي عنده شي حد عنده كارو كيقول ليه عكمي، كيقول ليه اسمح لي انا راه دروكا حابس الكارو. ولكن الشخص الاخر فاش كيجي عنده شي شخص اخر بحال هكاك كيقترح عليه الكارو كيقول ليه اسمح لي لا انا ما كنكميش. وهنا يقدر يجيك بلي تقريبا نفس الجواب، ولكن بالعكس، حيت الاول باقي كيعرف راسو على انه كيكمل، ولكن الثاني غير الهويه ديالو بشكل كامل. حيت فاش كيسولوه كيقول له انا ما كنكميش، يعني الهويه الجديده ديالو واللي هو انه شخص ما كيكميش. اما بالنسبه للشخص الاول فراه باقي محافظ على نفس الهويه ديالو على انه شخص كيكمل. وهنا يقدر في الغالب ما يقدرش يقاوم واخا شحال ما كان الجهد ديالو قوي بزاف، حيت الهويه هي الاساس اللي كيتبنى عليها التصور ديال بصح. اما بالنسبه للانظمه فراه هي الطريق اللي كتاخذها كل نهار. اما بالنسبه للنتائج فراه هي داكشي اللي كتحصد من مورا الاستمراريه. اذا السؤال اللي خاصنا نعودو نسولو راسنا ماشي هو اشنو باغيين، خاصنا نسولو حنا شكون باغيين نكونو. ولكن كيفاش نقدروا نبنيو هذه الهويه؟ من خلال تكرار اليومي الصغير، حيت كل فعل صغير فراه هو صوت كتعطيه لراسك بلي انت هو هذاك الشخص، وكتعطي الحق لدماغك باش يقول هذا هو انا. جيمس كلير بين في الكتاب ديالو ان التطور كيتبنى على 4 ديال القوانين. هذه ماشي نظريه فلسفيه، بالعكس هي خريطه ديال طريق علميه مبنيه على العلم الاعصاب والسلوك البشري. دماغك ما كيتطورش نحو شي حاجه مجهوله، حيت الوضوح هو الوقود ديال دماغك.
جيمس كلير قدم واحد التقنيه واللي سميتها نيه التنفيذ. خليني نشرحها لكم، واللي هي انك بلاصه ما تقول غادي نتريني اكثر، قول غادي نتريني نهار 2 الاربعاء والجمعه مع 7 ديال العشيه. فراه هنا حددتي راسك ولعقلك البلاصه والوقيته. اما الا حددتي المكان فكان افضل، يعني بحال هكا تقول حدا لاصال اللي حدا الدار مثلا، اولا اللي حدا الحومه ولا شي بلاصه بحال هكا. والابحاث بحد ذاتها كتقول بلي راه النسبه ديال انك دير هذا الشيء كتوصل ل 300%. وهذا هو القانون الاول. فراسك بلي راه انت كتصور نحو داك الشيء اللي كيعطيك متعه اكثر، بالاضافه للتوقعات الايجابيه. الكاتب هضر على واحد التقنيه واللي هي تجميع اغراءات، يعني تربط داك السلوك اللي جديد بشي حاجه كتعجبك بزاف كتبغيها بزاف. مثلا فاش تكون تتريني تصنت الموسيقى اللي كتعجبك بزاف، ولا فاش كتكون كتقرا كتاب جيب القهوه في حالات كنعز عليك حتى هي بزاف وشربها وانت كتقرا في نفس الوقت داك الكتاب. وهنا دماغك كيبدا كيفكرك في ديك العاده حيت راه ربطتيها بداك الشيء اللي كيعجبو. وهذا هو القانون رقم 2. اغلب الناس كيوقعوا في نفس الغلط، واللي هو انهم كيظنوا ان التطور خاص واحد الجهد كبير، ولكن بالعكس كل ما قللتي الاحتكاك كل ما تطورتي بالزربه. خليني نقول لك القاعده اللي غتفيدك بزاف، واللي هي قاعده الدقيقتين، واللي كتطبقها على اي عاده جديده بغيتي ديرها. يعني انك خاصك دير ديك العاده في اقل من 2 دقائق. بغيتي تخرج تجري خاصك تلبس السبرتيله غتحتاج 2 دقائق باش تلبسها، فراه هذا راه وقت كثير، يعني خاصك ديرها في اقل من 2 دقائق. غتخرج غتلبس السبرتيله ديالك، غتخرج غتجري. باغي تقرا كتوبه اولا بغيتي تقرا شي حاجه كتعجبك ديرها في 2 دقائق. يعني مثلا 2 دقائق تقدر في يدك باش تقرا صفحه من هذاك الشيء اللي بغيتي تبدا فيه. باغي تصور الكتابه ديالك، يعني الخط ديالك اولا طريقه التفكير ديالك فاش كتكون كتكتب، يعني تقدر دير هادشي تكتبها 6 واحات ولا 2 جمل اولا حتى اكثر. المهم حد 2 دقائق، منين سالي 2 دقائق ولا ديك بحالك، يعني في اقل من 2 دقائق. باش ما كان داكشي اللي كتدير ساهل بزاف، فراه كتحيد المقاومه اللي كيديرها دماغك ضد هذيك العاده وكترد بدايه سهله بزاف. وهذا هو القانون الثالث. تقدر تكون عارف بلي راه دماغك كيعاود داكشي اللي كياخذ عليه مكافاه، داكشي باش تزيد مكافآت سريعه صغيره مورا داك التطور اللي كدير كل نهار. مثلا انك تقيد داك الانجاز بشي تطبيق اولا شي ورقه اولا كتاب مذكرات ولا غير عن مواقع. المهم خاصك دير هادشي مورا كل مهمه كديرها، حيت داك الدوبامين اللي كتشد مورا التتبع ديال العادات ديالك اولا التطور ديالك، فراه هو اللي غيخلي التطور ديالك يستمر. وهنا كنكونوا قلنا اخر قانون واللي هو القانون الرابع. الخلاصه هي ان الناس ماشي معجزه، الخلاصه هو انهم كيتطوروا نحو داكشي اللي كيجيهم ساهل وبسيط. عمرك اتهمتي راسك بضعف الاراده؟ الكاتب عنده وجهه نظر مختلفه تماما مدعومه بعده ابحاث. كيقول ان الناس اللي كيبانوا انهم كيمتلكوا اراده قويه الحقيقه انهم كيعيشوا في بيئه مصممه بطريقه ذكيه، وهذا الشيء اللي كيساعدهم باش يتصوروا بطريقه سريعه. هما ما كيقاوموش الاغراءات اللي كيجيو قدامهم، بالعكس هما كيحيدوهم من حياتهم وكيبعزوهم، والشيء اللي كيتسمى تصميم البيئه. داكشي باش ما بقاش تلوم راسك وبدا تصمم البيئه ديالك، لان البيئه هي الرياح التي تحدد اتجاه سفينتك. كيفاش نصاوبوا نسموا بيئه ملائمه للتطور؟ جيمس كلير قدم واحد المبدا ذهبي: اجعل السلوك الجيد مرئيا وسهلا، واجعل السلوك السيء غير مرئيا وصعبا. مثلا تحط دوك الكتوبه اللي بغيتي تقرا في شي بلاصه باينه ولا اي بلاصه واضحه، ماشي في شي ماريو ولا شي خزانه مسدوده ولا شي شكاره، ولا حيت الرؤيه كتحفز التطور. حط الماتيريال ديال لونطريمون مثلا السبرجيله ديال الجرا في شي بلاصه باينه باش تشجع باش تخرج انك تمشي تجري اولا تمشي لونطريمون ولا تمشي لاصال. مثلا تحطها حدا الباب. بالاضافه لكاع الناس اللي كيتغلب عليهم دماغهم كيدخلوا السوشيال ميديا، ما عليك الا تمسح كاع مواقع السوشيال ميديا من الشاشه الرئيسيه ديال الهاتف ديالك، حيت كل خطوه كتقلل انك تدخل تستعملها. حط الماكله الصحيه في الثلاجه في البلاصه في الفوق، حيت العلماء قالوا بلي اننا كناكلوا بنسبه 70%. اول حاجه كنشوفوها. الخلاصه هي ان التطور ما كيحتاجش انك تكون عندك اراده قويه، بالعكس هي كتحتاج غير تصميم ذكي والمحيط ديالك. جيمس كلير كيقول واحد المقوله زوينه واللي عجبتني بزاف، واللي هي: كن مهندسا بيئتك لا ضحيتها. واش عمرك ردتي البال بلي راك كتطور فاش كتكون كدير واحد المهمه ما سهلاش بزاف وفي نفس الوقت ما صعيباش بزاف؟ هادشي ماشي صدفه، حيت الكاتب جيمس كلير بين واحد القانون اللي كيتسمى قانون غولديلوكس. الدماغ ديال الانسان كيوصل لاعلى مستوى التطور والتركيز ديالو فاش كيكون كيواجه شي مشكل كيفوق مستوى المهارات ديالو بنسبه صغيره تقريبا 4%.
لانه الا كان التحدي يسهل من القدرات ديالك والمهارات ديالك فراه غتحس بالملل وغتوقف عن التطور، ولكن الا كان تحدي صعب من المهارات ديالك فراه غتحس بالقلق والاحباط وغتستسلم. ولكن في المنطقه الذهبيه والحافه ديال القدرات ديالك فراه هنا فين كاين التطور الحقيقي. اكثر الناس الذين يتطورون باستمرار هم الذين يقفون على حافه كفاءاتهم دائما، وليس في منطقه الراحه او في منطقه الفوضى. ولكن كيفاش نقدر نطبق هذا الشيء على ارض الواقع؟ كل 2 أو 3 ديال السيمانات سول راسك واش هذا الشيء اللي كندير دابا باقي كيجيني صعيب، او لا وليت كنحس به ساهل، واش بديت كنحس بلي الروتين ديالي ولا ساهل بزاف. الا كان الجواب ديالك هو فراه وصلت الوقيته باش انك تهز الريسم وتطلع نيفو. الفرق بين الشخص اللي كيتطور واللي لا فراه هو داك السؤال اللي كيسول راسو بانتظام. فراسك كاين واحد السر كيشتركوا فيه كاع الناس تطورا في العالم، منهم الرياضيين وقادة الاعمال وحتى الفنانين. الكاتب كيسميه نظام مراجعه السنويه والشهريه، واللي هي ان التطور بدون مراجعه كيشبه شي حد كيسوق شي طوموبيل وهو ساد يعني يقدر يتحرك ولكن انت ما عارف واش انت كاين في الاتجاه الصحيح او لا، يعني واش كتطور ولا لا. الكاتب براسو كان كيحترم هذا النظام، كل عام كيجلس وكيسول راسو بعض الاسئله. واحد، اشنا هي الطريقه اللي مشات بطريقه صحيحه هذا العام؟ جوج، اشنا هي الحاجه اللي ما مشاتش بطريقه صحيحه هذا العام؟ ثلاثه، اشنا هي المهاره اللي تعلمت هذه السنه؟ ولا اشنا هي الحاجه اللي تعلمت واستفدتها من هذا العام؟ دابا غادي نشرح لك كيفاش طبقت على ارض الواقع. واحد، بدا مراجعه اسبوعيه لمده 10 دقائق، خذها من الاسبوع ديالك مثلا نهار الحد. جوج، كتب 3 ديال الحوايج طورتي فيهم هاد السيمانه، زائد حاجه وحده غديرها السيمانه الجايه بطريقه مختلفه. هاد الروتين الصغير كيعاونك باش تركب الوعي الذاتي مع مرور الوقت وكيسرع التطور بشكل ملحوظ. خليني نقول لك واحد الحاجه، فراسك بلي الشخص اللي كيتطور راه ما كيختلفش عليك بالموهبه، بالعكس هو كيختلف عليك بلي انه عارف راسو فين كاين وعارف راسو فين باغي يكون، يعني عارف القدرات الشخصيه ديالو وعارف القدرات اللي باغي تكون عنده. دابا خليني نقول لك واحد الحاجه مهمه بزاف، التطور ماشي وجهه، ماشي نهار كتوصل فيه وكتقول صافي انا وصلت. التطور هو طريقه باش تعيش، وهذا الشيء كيعني ان التطور ديالك الصح ما كيبداش فاش كتحقق شي هدف كبير، بالعكس هو كيبدا دابا فهذاك القرار الصغير اللي غتاخذه مورا ما غيسالي هذا الفيديو. واش غادي تحل كتاب، واش غادي تكتب فكره، واش غادي دير خطوه ولو حتى خطوه وحده في الاتجاه ديال داك الشخص اللي باغي تكون. ما تسناش الظروف المثاليه، حيت الظروف المثاليه ما غاديش تجي، اللي غادي يجي هو فرصه صغيره اليوم، وهذا الشيء الا كنتي انت باغي ديرو وانت اللي كتقرر واش غادي تزيدها في السجل ديال التطورات ديالك او لا السجل ديال الاعذار. انت قادر تطور وكتستحق تطور، وهذا الفيديو اللي شفتيه اليوم كيعني انا جزء منك كيامن بهذا الشيء. خلي في التعليقات حاجه وحده غادي تبدا تطورها من اليوم. الا استفدتي من هذا المحتوى اشترك في القناه، وحيت هذا الشيء كيعاوننا باش نوصلوا هذه الافكار لاكبر عدد ديال الاشخاص. بغيتي تعرف كيفاش ان التكرار قوي بزاف باش يغير لك حياتك ويعاونك باش تطور، تفرج في هذا الفيديو ونشوفك في الفيديو الجاي.